السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى أقول لكم على وصفة كيكة حلوة قوي هتعملوها في الخلاط في 5 دقايق وهتطلع معاكم هشة وطرية زي ما انتوا شايفين. حطوا لايك للفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناة. أول حاجة نجيب بولة فاضية أو مصفى ضيقة وهنزل بكوبايتين 2 من الدقيق، أي دقيق نوعيته كويسة عندك. وهنزل كمان بربع معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، وهنزل بمعلقة كبيرة من النشا. بعد كده هنزل بكيس من البيكنج باودر أو الكيك شيف. كده تمام، نزلنا بقى بالمواد الجافة كلها على بعضها، هننخلها نخلة كويسة. بس مهم قوي قوي ان انت تنخليها يا بمصفى ضيقة يا بمنخل سلك. بعد كده هنجيب شفشق الخلاط وهنزل ب3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. هنزل كمان بكوباية من الزيت، وهنزل كمان بكوباية من اللبن، وهنزل بكوباية من السكر. ونراعي برضو ان تكون الكوباية موحدة في كل المقادير. هنزل كمان بمعلقة كبيرة من الخل الأبيض، وهنزل بنص معلقة صغيرة من الفانيليا. وهنضرب كل المقادير بتاعتنا في الخلاط لحد ما نتأكد ان السكر بتاعنا داب تماما. حاولي ما تستعجليش في الخطوة دي، اضربي الخليط كويس جدا. بعد ما نضرب الخليط بتاعنا ونتأكد ان السكر بتاعنا داب خلاص، هنجيب بقى المواد الجافة بتاعتنا وهنزل بالخليط بتاعنا على المواد الجافة. هنقلب بقى كل المقادير بتاعتنا كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي معانا والخليط يبقى ناعم معاكي خالص، ما يكونش فيه تكتلات في قلبي. كده تمام بقى، الخليط بتاعنا كده جاهز خلاص. طبعا احنا بنكون مسخنين الفرن بتاعنا قبل ما بنبدأ في الكيك بتاعنا. لازم الكيك بتاعنا يدخل في فرن سخن، ما ينفعش يدخل في فرن ساقع هيهبط معاك. ونكون مسخنين حرارة الفرن بتاعتنا على 180. هنجيب صينية وندهنها كده بمعلقة من الزيت وننزل الخليط بتاعنا شايفين السمك بتاعه لا تقيل ولا خفيف. بنخبط الصينية كده على الرخامة. أنا خبطت على الرخامة بتاعتي فنزلت على الأرض كده اديتها خبطتين عشان تطلع الهواء الزايد اللي فيها. مهم أوي الخطوة دي عشان ما يطلعش معاكي فراغ في الكيك. خبطتها كام خبطة كده على السجادة على الأرض، وبعد كده دخلتها بقى في الفرن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180. وممنوع تفتحي الفرن قبل نص ساعة. بعد بقى ما يعدي عليها نص ساعة بتبدأي بقى تشوفيها. ونسيبها بقى في الفرن لحد ما تستوي معانا خالص. وأول ما تستوي بتطفي النار عادي أو تطفي البوتاجاز بتاعك وتسيبها في الفرن لمدة 10 دقايق كده لحد ما تهدى معاكي خالص وتبرد. طبعا بنختبرها بسكينة، لو لقيتي عجينة في قلب السكينة يبقى لسه ما استوتش معاكي، أو بعصاية خل. كده الكيك بتاعنا طلع خلاص وسبته لحد ما يبرد خالص. بتبداي بقى تقطعيه وهيطلع معاكي جميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والله احلى كيكه هتجربوها، هشه وطريه وما شاء الله عامله زي الاسفنجيه معايا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. يا ريت تاخدوا كده جوله في القناه، ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك فيها. أشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله.